السلام عليكم. كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم يا رب. النهاردة وصفتنا عن بسكوت العيد، وصفة أساسية من وصفات العيد. النهاردة هنعمله بطريقتين مختلفين، وهنعرف ايه الفرق ما بينهم، وهنعرف ازاي نعمله بالمكنة وازاي نعمله بالقمع، وهنعرف ازاي يطلع معاكي مقرمش وهش وناعم، وازاي السمنة كده ما تطلعش منه او تفصل عنه سواء في الفرن او انتي بتعمليه، وازاي كمان ما يبقاش النقشة بتاعته تروح من عليه وهو في الفرن وما يفرش منك كده في الفرن، وايه هي التسوية المظبوطة بتاعته. يعني من الاخر هتاكلي بسكوتة طعم وريحة وقوام. وكمان هنقول النهاردة مقاديرنا بالكوباية وبالجرام عشان اللي على طول بيسألوني مثلا الجرام كام كوباية او الكوباية كام جرام والعكس. واللي أول مرة يشوفني، أنا اسمي مروة، وما تنسوش اللايك والشير والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. وبشكركم جدا على كل تعليقاتكم الجميلة وعلى دعمكم الجميل ليا. أول حاجة معانا كوباية ونص من السمنة الباردة، يعني عايرت السمنة الأول في الكوبايات وبعد كده حطيتها في التلاجة تاخد درجة حرارة التلاجة، وبعد كده طلعتها وابتديت استخدمها. الكوباية ونص دول تقريبا هيساووا 300 جرام. بجيبهم وافضل اضرب فيهم كده سواء بايدي او بالمضرب اليدوي اللي انا بستخدمه ده، او المضرب الكهرباء او العجان، لحد لما لونهم يفتح كده ويبقوا كريمي كده ولونهم يميل للابيض شوية. بضيف عليهم كوباية ونص من السكر البودر، يعني السكر وبنجيبه وبنضربه في المطحنة وبعد كده بننخله، برضو يعادله تقريبا في حدود 310 جرام. وبنفضل نضرب فيهم كده لحد لما السكر يدوب كويس قوي مع السمنة ويعملوا بقى قوام كريمي كده، ولون السمنة والسكر لونهم كده يفتح زي ما انتوا شايفين. هضيف عليهم ربع كوباية من الزيت النباتي، يعادله تقريبا في حدود 50 جرام. هنقلب الزيت بقى مع بقية المكونات لحد لما يختفي ويدوب تماما مع بقية المكونات. كان ممكن ان انا استخدم كل الكمية سمنة، بس انا بفضل ان انا استخدم خليط يعني من السمنة مع الزيت. هضيف عليهم 4 بيضات، لكن هضيفهم بيضة بيضة، كل بيضة لحد هحطها لحد لما تختفي تماما واقلبها كويس وتبتدي انها تختفي معايا تماما. هضيف البيضة التانية اولا عشان اتأكد ان البيض كله سليم، ثانيا يفضل بيضة بيضة عشان نقدر ان احنا نعجن بسهولة ويبقى الخليط معانا تمام. نزلت بالبيضة التانية وبرضو هقلبها كده لحد ما يختلط، وبعد كده البيضة التالتة. اللي عنده البيض صغير قوي او حابب ان هو يستخدم البيض البلدي، طبعا معروف ان البيض البلدي بيبقى اصغر من البيض الابيض والاحمر، فيستخدم 5 بيضات مش 4 بيضات. هضيف بقى اخر بيضة وهحط على اخر بيضة دي معلقة من الفانيليا، طبعا عشان ريحة البيض ممكن الفانيليا السايلة او الفانيليا البودر زي اللي انا مستخدماها، المتوفر عندكم تقدروا تستخدموه. وهقلب برضو كل العجينة كده مع بعضها. قد ايه طبعا شايفين العجينة ناعمة. وهضيف عليهم ربع كوباية من جوز الهند الناعم، ممكن تقدروا تضيفوا لحد كوباية للي بيحب طعم جوز الهند يبقى باين قوي. انا استكفيت يعني ربع كوباية بس. ربع كوباية دي تقريبا 25 جرام. وضفت كمان عليهم ربع كوباية من اللبن، هي في حدود تقريبا 55 جرام. ممكن كمان نوصل لحد نص كوباية حسب العجينة في الآخر. اللي حابب انه يضيف نشادر ممكن يضيف على اللبن معلقة صغيرة من النشادر. انا ما بفضلش طعم النشادر قوي يعني، فعشان كده انا بعمله بس بالفانيليا كده يبقى لذيذ قوي. بعد كده في طبق تاني حطيت كيلو من الدقيق ونخلته وحطيت عليهم باكو من البيكنج باودر، وحطيت عليهم ذرة من الملح. كيلو الدقيق تقريبا يساوي 8 كوبايات من مج الشاي بتاعنا العادي. وكمان اللي هو الباكت بتاع او الباكو بتاع البيكنج باودر تقريبا 18 جرام، وذرة الملح يعني حبة صغيرين جدا يعني. هنبتدي ان احنا نضيف بقى الدقيق واحدة واحدة بعد ما نخلناه على بقية المكونات بتاعتنا او على بقية الخليط بتاعنا، ونقلبه كده بالمعلقة او بسباتيولا او باي حاجة عندك. نضيف بس دقيقة حبة حبة، بلاش مرة واحدة كده، هتلاقوا الموضوع مش عارفين ان انتوا تعجنوه، مش عارفين تظبطوه. ممكن طبعا العجينة دي كلها كانت تتعجن في العجان يعني المتوفر عندك استخدميه، بس انا حبيت ان انا اعجنها لكم على ايدي كده عشان اوريكم ان الموضوع بيبقى سهل وبسيط، وان انتوا ممكن تعجنوها عادي جدا بكل سهولة بايديكم، ما فيهاش اي حاجة.
هنكمل بقى اضافه بقيه الدقيق كله، وهنقلبه تقليبه كده بالاسباتيولا. وبعد كده طبعا هنكمل العجن بالايد، بس مش هنعجن عجن يعني بقى وبوكسات وكده، لا يعني هي بس احنا مجرد ان احنا بنلم كده العجين. عموما النواعم يعني بتاعت العيد ما بتحتاجش عجن جامد قوي، هي بتحتاج كده عجن بسيط عشان احنا مش عايزين الدقيق بتاعنا او العجينه بتاعتنا تعمل عرق فيها، فعشان كده احنا مش هنعجن عجن يعني. بعد كده هنختبر العجينه، نعمل لها كوره، لو لقيناها لسه بتشقق زي كده يبقى هي محتاجه كمان شويه لبن او محتاجه سوائل، يعني ممكن اضافه عصير زي ما قلنا اللي بيحب طعم نوع مثلا من انواع العصير زي البرتقال، او نضيف لبن تاني. انا هنا ضفت كمان ربع كوبايه من اللبن. طب ما ضفتهاش ليه من الاول؟ لاني مش كل دقيق زي التاني، ممكن دقيق يكتفي بالربع بس اللي احنا ضفناه، ممكن دقيق يحتاج عليهم ربع تاني، ممكن دقيق يحتاج نزود مثلا زائد الربع معلقه او معلقتين، فحسب. انا عملت لها هنا اختبار معاكم تاني لانها خلاص كده ما شققتش، عملنا كوره وضغطنا عليها بصبعنا لانها خلاص ما شققتش، يبقى كده العجينه بتاعتنا مظبوطه. لو كانت شققت كنت هضيف كمان مثلا معلقه او معلقتين من اللبن. فكل دقيق حسب هو بيمتص السوائل ازاي. هنغطيها بقى لحد ما نروح نحضر، نغطيها بكيس بلاستيك كده لحد ما تروحي بقى تحضري المكنه بتاعتك. انا هنا استخدمت طبعا المكنه الكهرباء، يعني اسهل واسرع. ممكن عادي جدا المكنه اليدويه بتاعت مامتنا بتاعت ايام زمان الحلوه دي، اللي احنا كنا نقعد كده على الترابيزه او على الطبليه بقى ونحطها ونربطها ونبتدي بقى بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. انا عملته كده على اشكال، ما دهنتش الصاج بتاعي او ما دهنتش الصينيه بتاعتي ولا اي حاجه، لان طبعا هو البسكوت نفسها والعجينه نفسها بتبقى فيها ماده دهنيه كفايه، فعشان كده الصاج بتاعنا او الصينيه ما بيحتاجش ان هو يدهن. دخلتها الفرن مسخن طبعا مسبقا على درجه حراره 200، وسبتها دقيقتين 3 على درجه حراره 200، وبعد كده قللت درجه الحراره ل 160 وسبتها تقريبا من 17 ل 20 دقيقه. طبعا مع المتابعه ومع تقليب الصاج كده كل شويه، يعني تحركوه كده تدوروه كده كل شويه، او تشغلوا مروحه لو عندكم مروحه، المروحه اللي هي بتبقى جوه الفرن. اول ما لونه يبتدي ان هو يبقى ذهبي كده من تحت، ممكن تشغله شويه ياخد كمان اللون الذهبي الفاتح من فوق، او تسيبوه بلونه الطبيعي. انا استخدمت القمع ده لعمل البسكوت النوع التاني اللي انتوا شايفينه ده، بس انا للاسف الفيديو في الحته دي قطعت، فانا هقول لكم انا عملته ازاي وايه الفرق بينه وبين بسكوت المكنه. هو كل الفرق بيبقى في السمنه والزيت. انا استبدلت كل كميه السمنه والزيت اللي هما الكوبايه ونص سمنه و50 جرام او نص كوبايه او ربع كوبايه الزيت بزبده، وكمان بنستبدل نص كوبايه اللبن بنص كوبايه من الميه او نص كوبايه من عصير البرتقال. وممكن كمان اللي حابب يعزز نكهه البرتقال يستخدم تانج او فروتي اللي هو البودر، بيدوا يعني بيعززوا من نكهه البرتقال كمان. وبنستخدم طبعا كيس الحلواني مع القمع اللي انا لسه موريه لكم دلوقتي، بيبقى ناعم ودايب بجد، دوب قد ايه بيبقى مقرمش وهش. اتمنى تجربوه وبالهنا والشفا.